السلام عليكم جميعا، معاكم جيهان. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البط، يا رب تعجبكم. بجيب البطة في حدود 2 كيلو، لا أقل ولا أكتر، عشان تبقى سهلة في السوا. وبقطعها 4 وبشيل الجلد، علشان أسهل كتير وأفضل كتير قوي في التتبيلة. معانا بصلتين وطماطمتين وليمونة وملح وفلفل وزعتر ومعلقة مستردة ومعلقة خل ومعلقة كاتشب. نفرمهم كلهم مع بعض ونحطهم على البط كويس قوي. نحاول على قد ما نقدر تتغلغل بقى في الأنسجة كده ونزقها جامد. في لو قدرنا نسيبها ساعة، لو مش مستعجلين وقدرنا نسيبها ساعة أو أكتر يبقى أفضل، علشان بتبقى سهلة بقى، متاخدش سوا كتير، وتلاقي الأنسجة بتاعتها خلاص شربت التتبيلة، فبتبقى سهلة جدا في السوا. بعد كده دايما بحب وانا بقى بنلبس الجوانتي علشان البصل على قد ما نقدر، عشان بنقلل الاحتكاك قوي في الايدين بقى، وريحة البصل والحاجات العجيبة اللي الستات بتعاني منها دي. فده كيس حراري بحط فيه الفراخ ولحمة وكل حاجة، هتشوفوه معايا كتير قوي لان انا بحبه وبعشقه صراحة. بيوفر عليا وقت كتير جدا. وبتبلها كويس قوي واسيبها برضو زي ما بقول لحضراتكم كده لمدة ساعة. وان ما كنتي مستعجلة دخليها على طول، تطلع برضو نتيجتها مش وحشة. بس بعد كده بقى بنطلعها نفردها كده، نفتح الكيس نلاقيها زي ما انتم شايفين كأنها متحمرة. وهتلاقوا حتى تجربوا الصدر هتلاقوه طري جدا ومش ناشف. وبنبدأ نطلعه في سرفيس. هيبقى عندنا الصوص اللي متبقي ده، نحاول بقى نحطه في طاسة تانية وناخده نرفعه على النار ونحط له المعلقتين الدقيق، يتقلوه يخلوه سميك شوية عشان يتحط على وش البطة، بيديها شكل لطيف أجمل من ما تتقدم كده. وتتقدم مع رز وتومية نعملها، والسلطات اللي هنعملها بعد كده، وبألف هنا.